ايه رايك في البدله؟ شياكة يا كبير. طب ما بتقولش ليه؟ ما انا قلت. اشحتها منك. معلش يا كبير. طب يلا اخفى، حضر الرجاله. حاصل. الامارات النهارده وقعت اتفاق تاريخي. الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي قالوا خيانه والى اخره. اسرائيل والدول العربيه والتطبيع ومش عارف ايه. العالم يضرب يقلب. الامارات العربيه المتحده الحبيبه والشقيقه على اعتاب اقامه علاقات دبلوماسيه وتطبيع كامل. الحقيقه والراي العام المصري منشغل جدا والدنيا بتقوم ومش قادره تقعد من اول امبارح علشان الاخ محمد ابو تريكه بيقول سقوط الاقنعه مهم في سبيل تحرير فلسطين والمسجد الاقصى. قضيه فلسطين قضيه وعي شعوب لا اتفاقات حكام. والناس كتيره يعني بتبقى مهتمه باللي بيقوله ابو تريكه رغم ان ابو تريكه راجل يعني عقله في دماغه. ده مين اللي بيقول؟ محمد ابو تريكه. اللي زي الاخ ابو تريكه يا ابني يا تتعلم وتفهم يا تسكت. يا اخ ابو تريكه، يا اخي ابو تريكه، اذا كنت انت مش فاهم وانا اظن انت مش فاهم عليك ان تفهم. يعني ما تتكلمش في السياسه، انت مالك ومال السياسه. واذا كنت بتستعبط فدي قصه ثانيه زي بقيه اخوانك. انا بس اعرفه واعرف الناس اللي زيه اللي هم الدراويش اللي ماشيين وراه المراكيب، يعني المراكيب. انت قاعد عند تميم، قاعد في قطر اللي عندها علاقات مع اسرائيل كعلاقات العشيقه بالعشيق. مش كلام، مش نظري، مش حكايه، مش روايه، مش قصه كده، لا الفيديو اهو. كشف وسائل إعلام إسرائيلية عن لقاء سري جمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة. ده مين حضرتك؟ يعني هو بيقول التطبيع خيانه، هل الوقت يقدر ابو تريكه والناس اللي هم بيهللوا له الوقت يقول انه خاين لانه بيطبع؟ هجيب لكم بعض الفيديوهات البسيطه. هات لي يا ابني، هات لي يا حبيبي. على مدى نحو 3 أشهر الأمر كان سرا. الأمر حصل في لقاء سري بين نتنياهو والسيسي. فانتوا قدامكم حاجه من الاثنين، اما انك تغيروا الواقع او تسكتوا. هو اول واحد طبع مع اسرائيل لكنه طبعها في الغرف المغلقه. ادي الصور. اللي بيكذبني او مش مصدقني يتفرج على هذه الصور. ده مين؟ رئيس دوله اسرائيل قاعد مع مين؟ انت عندك علاقات مع اسرائيل، خلاص خلص علاقاتك مع اسرائيل. على فكره بكلم المشاهد بتاعي بقى، سيبك من ابو تريكه وزيت. بكلم المشاهد المحترم باللغه المصريه. زهقت من النفاق، من التمثيل، من هؤلاء الحواه. هغمي عيني واعمل نفسي مش شايف، هبقى عامل زي النعام. أنا زعلان. وضبوها وهيئوها وضبوها عرسها جهزوها وضبوها وهيئوها وضبوها عرسها جهزوها وعدها خديها قالها وعدها اللي ما يخطر ببالها وعدها لحديها قالها وعدها اللي ما يخطر ببالها وعدها. بخروها لا تحسدوها بخروها. الدور موعودة يلي عليك. الدور موعودة يلي عليك. ارغي يا عم الامور. اقفلوا المعبر تماما، بطلوا لو سمحتوا تفتحوا المعبر تاني. حتى لو ناس بتموت جوه يموت، احسن ولادنا يموتوا ولا التانيين يموت. ماليش انا احب احافظ على امن بلدي الاول. شو يا استاذ؟ شو هالخطر عجيبة؟ بطلوا تطبطبوا على غزه. بلاش. الارهاب بنقولها على طول ياتي من قطاع غزه، اوعى تفتكر من حته تانية، من غزه. انا بقول لك بلاش. هو انتوا مش اسسوا بيت المقدس وجيش القدس وتنظيم اخواني ارهابي عشان تحرروها؟ بقول لك بلاش. اين الرصاص اللي انت تدريباتك العسكريه دي ايه؟ بتتدرب في الاحراش وبتعملي صواريخ في شنك وتضرب بتاع في شنك، والفشنك بيقع في غزه، يعني يضرب صاروخ فيقع في الاراضي بتاعت غزه. عملنا جيش للقدس. طبعا القدس نادتك يا بطل. عملت ايه يا شاب يا لطيف منك ليه؟ عملت منك ليه ايه يا اخويا منك انت وهو؟ يا حبيبي عملت ايه بتاعك ده؟ ما تغلطش فيه. خليك بعيد. ما تقطعش في الكلام. لو شغلوا تسلم الايادي اقول انهم فعلا بيحبونا. لن اصدق حماس الا لو شغلت تسلم الايادي. يلا انت ونصيبك بقى. غزه ترد. والله تحيه ليكم، انا تحيه والله، وتسلموا بجد اللي انتوا عملتوه النهارده، لان هي دي الرساله الصح. أنت عبيط ولا أنا اللهبل؟ انا بقول لكم من هنا على الهواء كل التحيه ليكم، والله تسلم ايديكم، لانه انتوا النهارده بتردوا بجد الحق بتاعكم. وجع لاهلنا في فلسطين الجريحه.
دعم الأشقاء والشعب الفلسطيني الشقيق. لا اله الا الله. انت يا عم هتقلقني ليه؟ أشقائنا الشعب الفلسطيني الموجودين في مصر مواطن مصري. لا يا راجل. عمر مصر ما اتعاملت معاه انه لاجئ فلسطين ابدا ابدا. يا عليك، ده انا بهزر. اقول لكم ربنا مدينا مثال حي لناس مش عارفين ندخل لها اكل. تحيا فلسطين يا ولاد دين يا كفره. الايه الاكل الايه؟ الاساسيات، شويه قمح او شويه دقيق وشويه زيت عشان يعملوا لقمه عيش ياكلوها. بقالنا 4 شهور. انت يا خنزير والله العظيم، ما حصلتش خنزير، انت مخلوق غريب، مالكش طعم ولا ريحه ولا لون ولا شرف ولا عزه ولا كرم. غزه كنا بندخل لها قبل كده مش يعني من حجم الناقلات اللي بتخش لها كل يوم 600 شاحنه. خالتي بتسلم عليك. الله يسلمك. احنا ما وصلناش في اعلى تقدير يمكن من يومين 3 اكتر من 220 شاحنه. طب الناس دي عايشه ازاي؟ هو مين السبب؟ ما انت اللي جايب لي الجرصه والفضيحه. حسبي الله ونعم الوكيل. الناس دي عايشه ازاي؟ بالمناسبه انا بقول الكلام ده ليه؟ لان اتقال كلام كتير على ان مصر هي السبب. لا. Egypt has also helped enforce a blockade of Gaza because Hamas, of course, is an outgrowth of the Muslim Brotherhood, which President Sisi is no fan of. ادي الحكايه، ولازم تكونوا متاكدين من ده وانتوا قاعدين في بيتكم ومن غير انا ما اقول. يعني اللي مخوفك ان اهل البلد يعرفوا حقيقتك. انا هقول لكم كلمه صعبه قوي. انا هروح من ربنا فين لو انا السبب؟ انا بقول لك اهو ستكون من الخالدين في النار. انا مش اهل دين ولا حاجه ولا بتاع. لو انا السبب في ان انا ما ادخلش لقمه عيش اقدر ادخلها لغزه، اروح من ربنا فين؟ لان ده امر ما يرضيش ربنا، واللي ما يرضيش ربنا احنا هنبقى موجودين معاه. انت صهيوني يالا، صهيوني. انا بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ بقول الكلام ده لان احنا لازم نكون دايما صف واحد. انت اللي بينهش عقلك خوفك على نفسك، طمعك في الجاه وشهوتك للسلطه. الحقوا دي مصر منعت المساعدات، مصر شاركت في حرب الاباده. مصر بالمناسبه انا عايز اقول لكم على حاجه، مصر لم تغلق معبر رفح ابدا. طب والعمل يا ريس؟ العمل عمل ربنا يا موسى. ما احنا ما نعرفش ربنا. احنا مش شايلين يا ابني اننا ما نعرفش ربنا. في نفس الوقت تجد تصريحات اسرائيليه كل شويه تستهدف مصر. ناس كتير يقول لك اذكر الخير، لا انا مش موجود هنا عشان اذكر الخير. الازمه اللي احنا بنعيشها دلوقتي في منطقتنا بطمنكم بفضل الله سبحانه وتعالى وبطمنكم بالله سبحانه وتعالى. لازم اعرفك بنفسي كويس، انا ابويا اسمه الدولار وامي اسمها اليورو. محامي اسرائيلي. مع ذلك تجدر الاشاره اولا الى ان الوصول الى غزه من خلال مصر تسيطر عليه مصر. يقول ان مصر هي اللي قافله، مصر هي اللي منع المساعدات الانسانيه. ليس على اسرائيل اي التزام بموجب القانون الدولي. اوعى، ده انا هقلب لك الدنيا. دي واخده جامده يا باشا. الله، احنا عيال نوره وعفياجيه، يعني رجاله برضه يا باشا. يعد معبر رفح الممر الوحيد للفلسطينيين في غزه الى العالم الخارجي. قال لك امسك. ايه يا عم؟ قال لك ده مصر هي السبب. ده مصر هي السبب. وان اسرائيل ملهاش سيطره على المعبر اللي هو معبر رفح، وان مصر هي المسؤوله مسؤوليه كامله عن هذا المعبر. لم يغلق معبر رفح ابدا. يا سلام، والله ده انت مصدق نفسك بقى. وانتوا عارفين كويس قوي ان احنا صادقين معاكم يعني. احسن ناس وكده، احنا ولاد عم، عشان انا عم اسمه دولار ومرات عمي اسمها يورو. والاسرائيليين ينتبهوا جدا للي انا هقوله. مصر هي اللي مسؤوله عن المعبر. مصر المسؤوله عن المعبر. فيقول لك افتحوا المعابر، افتحوا رفح، وكأنه رفح مقفول. ومصر فاتحه المعبر من اول يوم وشفناه. وانا اسمح لي اقول لك ان انا مواطن مصري نشأت في حي جنبا الى جنب مع اليهود في مصر. طب انت في ايه تاني يا ريس؟ افتح لنا الحدود وخليك انت على جنب يا ريس. وبعدين واحد يقول لك ايه؟ يقول لك لا بقى، ما عشان مصر تثبت لنا بقى يروحوا ايه؟ مدخلين العربيات ومش عايزين نرتكب حماقه وندخل المساعدات عشان ما يحصلش ضرب واستهداف فالمنطقه تشتعل زياده. ولما يتضربوا المصريين يقولوا لنا هم بيتضربوا. ما هي بلطجه مستمره. هذا الكلام لا يليق بمكانه وحجم وادوات الدوله المصريه. ما هو يا ندخل في حرب يا اما نتعامل بدبلوماسيه لغايه ما نوصل حاجتنا. عرفتوا الدوله لما تضعف يحصل ايه؟ ما هو الناس بتموت يا ريس، الناس بتموت. هسيبنا احنا، اركن انت يا ريس على جنب وافتح لنا الحدود. الريس عارف ان اي حاجه ممكن تجرجرنا الى مشاكل اقتصاديه اكتر. اللي يتصور انه اسرائيل سوف تبلغ بها الوقاح او التهور انها تعتدي على تلك القوافل اللي هي ما بتحملش شيء،
مخالف للقانون ولا تمارس فعل مخالف للقانون. اعمل ايه طيب؟ احنا مخبيين كل حاجه، ايه رايكم بقى؟ ايه ده يعني يا باشا؟ والله العظيم انا والراجل المتع ده ممكن نخطف لك اسرائيل ونجيبها لك تحت رجليك. لما تيجي النهارده تقول انا قافل معبر رفح، طب انا بستشهد بالفلسطينيين اذا كنت قافل معبر رفح. سأشهد شهادة للتاريخ يوم 14 من نوفمبر 2012 فليقل لنا السيد اسماعيل هانية أن هذا المعبر مغلق. بعد ساعات من هذا العدوان قام الرئيس محمد مرسي بسلسلة من الإجراءات الشجاعة. إذا كان هناك فكرة للتهجير توجد صحراء النقب في إسرائيل. استدعى السفير المصري من تل أبيب. ممكن أوي يتم نقل الفلسطينيين حتى تنتهي إسرائيل من مهمتها في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة. ثم قدم خطابه الشهير: أقول لهم إن مصر اليوم مختلفة تماما عن مصر الأمس. ليقول غزة لن تقف وحدها. Would you say that this is the deepest and closest cooperation that you've ever had with Israel? صحيح. That is correct. والذي أثناء الحرب فتح معبر رفح وقدم كل ما يلزم لأهلنا في غزة من مساعدة. طب أنا بستشهد بالفلسطينيين إذا كنت قافل معبر رفح. ثم يرسل رئيس وزرائه هشام قنديل إلى غزة يوم الجمعة 16 من نوفمبر. مصر والعرب والمسلمين أقول وبكل ثقة في هؤلاء جميعا لن يتركوا غزة وحدها. يا الله، ما هذا المتغير؟ ما احنا بقينا في زمن الانصاص، تلاقي نص رادل ربع رادل، الناس محتاجه رادل بحقيقي، رادل زي صلاح الدين الابنودي، خدت بالك؟ لما يجي مندوب اسرائيل يكذب كما يتنفس ويقول ده مصر هي اللي منعه، يقوم اللي يصدقه يبقى والله زيه ما يقلش عنه وساخه. وانا رايي كمان انه لينا حق عرب عند الاسرائيلي. احنا جيش قوي قوي، تقوم انت تنال منه بقى وتتكلم عليه والكل مداري ومداري نفسه كده. مصر ليها حدود مع السودان، حدود برية. هل في حد بيقول لنا ايه اللي مسموح بيه يمر في الاتجاهين من مصر الى السودان والعكس؟ انا والله هبقى خاين. ها لو طبعا. معلش هنقول ايه؟ مصري. احنا ما ينفعش بعد كل اللي عملناه يا مؤمنين في ال90 يوم اللي فاتوا والضرب اللي على المعبر بتاعنا والقنابل والصواريخ. انا قلت الكلام ده وبكرره، محدش يقدر يعتدي على مصر بشكل مباشر. طبعا الكلام ده مش ليك انت. مين يقدر يزايد على انه يا اخي يقروا الصحافه الاسرائيليه ماذا تقول عن مصر وماذا تقول عن عبد الفتاح السيسي. خلينا نحكي عقلانيا، الجيش المصري هو جيش حليف لإسرائيل، مصر حليفتنا الكبرى، مصر أختنا الكبيرة. يقروا يشوفوا بيقولوا إن مصر بقت هي العدو لنا وعلينا أن نتجه جنوبا. الرئيس السيسي نحن نحبه ونحترمه في إسرائيل. وأنا كمان. السيسي صهيوني أكتر مني، كيف هيهدد إسرائيل؟ يا راجل جزبانة يا أمريكان، أنا قاعد مع مين؟ ديفيد شارب سامحوني. 5 بالحب. وهيجرجرونا حرب ثالثه ودبدبات بقى وانت فاهم.